هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الأكارم، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. أنا أمال علي أحييكم وأبدأ معكم في ساعة هذا المساء بنشرة للأخبار. تستمعون بعد ذلك إلى تعليق بعنوان العمل النسوي الإريتري والفعل الإيجابي، وبعد ذلك يقدم لنا الزميل جمال عثمان هماد فقرته بعنوان أما أنا الأول لإجراء الإصلاحات الحقيقية في المعارضة. وتتخلل ساعة هذا المساء منوعات غنائية وفنية متعددة. ابقوا معنا وأهلا بكم.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، بدء الدورة الثانية والأخيرة لبرنامج التدريب التنشيطي لتشكيلات الجيش الشعبي في الإقليم الأوسط. أسر المعتقلات في سجن مايسارو تطالب بإطلاق سراح بناتهن. النظام يجبر الإثيوبيين المقيمين في البلاد بالانخراط في قوات ما يسمى بالتمحيد. اعتقال 5 من الرعاة بالقرب من منجم بشا للتعدين. الأخبار بالتفصيل. بدأت يوم الاثنين الماضي 2 مارس الدورة الثانية والأخيرة لبرنامج التدريب التنشيطي لما يسمى بتشكيلات الجيش الشعبي بالإقليم الأوسط، وذلك في معسكر خلوي يبعد حوالي 10 كيلومترات شمالي بلدة كحتيلاي، حيث يكتظ حوالي 17 ألف مجند من مختلف الأعمار، بعضهم يبلغ 70 من العمر، في مساحة ضيقة وغير مهيئة لاستقبال هذا العدد الضخم، إذ أن المكان غير مجهز بمرافق صحية أو حتى خيام للسكن، ويعاني من شح المياه، مما اضطر المجندين إلى استئجار الخيام المخصصة للمناسبات ليحولوها إلى سكن مؤقت. هذا ويقول مجند من عين المكان بأن إدارة المعسكر قد قامت بتوفير كميات كبيرة من المشروبات لتبيعها للمجندين. يذكر أن قيادة الجيش الشعبي كانت قد أطلقت تحذير نهائي أوضحت فيه بأن من يتخلف عن اللحاق بهذه الدورة من منسوبي الجيش الشعبي سيعرض نفسه لعقوبة السجن، ولم يستثنى المرضى من هذا النداء. طالبت أسر المعتقلات التي يرزحن في ظروف سيئة بسجن مايسارو دون توجيه تهم معينة ولفترات طويلة بإطلاق سراحهن على الفور أو تقديمهن إلى محاكمة علنية. وأفادت مصادرنا التي تتابع القضية عن قرب بأن هذه الخطوة الجريئة جاءت في سياق عرائض وطلبات تقدمت بها أسر المعتقلات والضحايا أنفسهن إلى جهاز ما يسمى بالأمن القومي والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بعد 9 سنوات من الاعتقال التعسفي دون أسباب معروفة في سجن خاص. ووفقا للعرائض والطلبات التي تطالب بإطلاق سراحهن، فإن تلك المعتقلات التي لفقت إليهن تهم لا تمت إلى الحقيقة بشيء يعاملن معاملة لا إنسانية في المعتقل، حيث يجبرن على ممارسة أعمال شاقة لا تتمشى مع تكويناتهن الجسمانية، فضلا عن التعذيب النفسي المتمثل في عدم تقديمهن إلى محاكمة ولو شكلية، مما أثر على صحتهن بشكل مريع. ولذا طلبت العرائض بتقديمهن فورا إلى محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهن. ولم تتلقى المعتقلات وأسرهن أي ردود من السلطات الحكومية حتى تحرير هذا الخبر، وترجح مصادرنا إلى أن النظام سيرد إما بالصمت أو بالمزيد من الاعتقالات. والمعتقلات هن سلام بيانه، رهوة جيلاي، أسمرت تسفى جابر، انتصار نور الدين، شلم، رقات محاري، سمهر بيانه، فتحية محمد، سلام تسفلؤول، لوتشيات أرقى برهان، كوخب يوهنس، المناضلة سرها عندوم، المناضلة فيوري أبراهام، وموظفتي مكتب الجنسية والهجرة سمرت أخليلو وبرهان نوغوسي. وتتوخى العرائض المقدمة تقديم الهيئات الحقوقية الإقليمية منها والدولية يد العون والمساندة في سبيل إطلاق سراحهن فوراً. علمت مصادرنا في داخل الوطن بأن النظام بدأ بمضايقة وإجبار الإثيوبيين المقيمين في البلاد للانخراط في صفوف ما يسمى بالحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي، المعروف اختصارا بدمحيت. وحسب نفس المصدر فإن سلطات مكتب الجنسية والهجرة الإريترية بدأ بتوفير البيانات الشخصية الخاصة بالمقيمين الإثيوبيين إلى حركة دمحيت، التي بدأت بإرسال الرسائل إلى الأسر الإثيوبية تطالبها بتشجيع أبنائها في الانخراط في صفوف قوتها وتقديم العون المادي للحركة. ومن رفض التعاون معه يتم اعتقاله في معتقل حرينة المتواجد بالقرب من مدينة تسني. ووفقا للمعلومات التي بعثت بها مصادرنا يعج المعتقل المذكور بأعداد كبيرة من الإثيوبيين الرافضين للتعاون مع دمحيت، وكان مصير من سولت له نفسه بالهرب الموتى المحدق بإطلاق النار المباشر عليه دون مقدمات.
مثالا على ذلك كان مصير الإثيوبي برهان أرجاوي المقيم بمدينة مصوع عندما أطلق عليه النار من قبل قوات الدمحيث عندما حاول الهرب بتاريخ 22 من فبراير المنصرم، وتوفي في مستشفى في مدينة تسني التي وصل إليها في اللحظات الأخيرة من حياته. وبعد موته أطلقت أجهزة النظام الأمنية إشاعة مفادها أنه كان جاسوسا للحكومة الإثيوبية. وكانت الحركة قد قامت قبل 6 أشهر باعتقالات ل6 من الإثيوبيين المقيمين في إريتريا بحجة رفضهم الانخراط في صفوف قواتها، وزجت بهم في سجن سمبل بالعاصمة أسمرة. المعروف أن حركة دمحيط تلقى دعما غير محدود من النظام الإريتري سواء في العتاد أو توفير وتسهيل تحركاتها، وتقوم بممارسات لا إنسانية ضد الإثيوبيين المقيمين في البلاد بتفويض من النظام الدكتاتوري في أسمرة. اعتقلت قوات الحماية المتمركزة بمنطقة بيشا بتاريخ 26 من فبراير الماضي 5 من الرعاة الذين دخلوا منطقة التعدين بيشا بحثا عن الكلأ لحيواناتهم بحجة أنهم يقومون بأعمال تجسسية لجهات معادية للحكومة. ونوهت مصادرنا بحجم الضغط والتعذيب الذي قد يمارس ضد هؤلاء المواطنين الأبرياء بسجن فورتو الكائن في مدينة كرن والتابع لجهاز الأمن القومي المعروف بصلف سجانيه وقساوتهم. وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية القمعية 3 من أقارب المعتقلين الذين دخلوا في مشادات كلامية مع أفراد من الأمن لعدم حصولهم على الأسباب الحقيقية والمقنعة لاعتقال أبنائهم ولعدم معرفتهم بمصيرهم. ينحدر الرعاة المعتقلون من منطقة بيش التي استولت عليها شركة التعدين وعلى مساحات واسعة من الأراضي هناك، مما أدى إلى تذمر مستمر من السكان الذين وجدوا أنفسهم محرومين من أراضيهم الزراعية والرعوية منذ قدوم الشركة دون سابق إخطار أو تعويضات. ويقوم النظام بعمليات التعدين في أنحاء مختلفة من البلاد بالتعاون مع شركات أجنبية مثل شركة نيفسون الكندية، وتستفيد الشركات المملوكة للنظام من عمليات التعدين بشكل مباشر دون رقابة قانونية أو سيادية على الأوامر التي تتلقاها من الطاغية السياسي أفورقي، وتتلاعب بمقدرات البلاد وثرواتها كيفما شاءت، بينما يعيش سكان المناطق التي تشملها عمليات التعدين على فتات الفضلات التي يرميها أفراد هذه الشركات. ويذكر أن المعلومات التي توفرت من التسريبات التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية مؤخرا في إطار ما يسمى بفضيحة الودائع للحكومة الإريترية بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات سرية بفرع بنك HSBC البريطاني في جنيف، وهي ثاني أكبر وديعة في البنك خلال تلك الفترة. نهاية النشرة.
على الثمارة وإريتريا ده قصديني للكيت معكم ما جرى السنين صوت المنتدى. العمل النسوي الإريتري والفعل الإيجابي. بالاستناد على قاعدة أن الاحتفاء الحقيقي بأي فكرة هو تنزيلها على أرض الواقع بالشكل الأتم، يأتي حديثنا التالي عن يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، ونخص بالحديث واقع المرأة الإريترية وأفق التفاعل الإيجابي معه. المكاسب المهدرة والنتائج الصفرية للنضال الطويل والمرير للمرأة الإريترية كان خلاصة مؤلمة وفاضحة لتعاطي الساسة الإريتريين مع قضايا المرأة، فواقع الحال عكس ما تدعيه أبواق الدعاية الرسمية، وهو أيضا مغاير لما يعتمده دعاة التغيير من منهج كاف للحقوق معترف بكل مكونات المجتمع الإريتري، فئوية كانت أم اجتماعية أم نوعية. إذن واقع التردي أصاب نساء إريتريا في مسارات عدة، فقد تقلصت أعداد الطالبات، وازدادت معدلات الاغتصاب، وانحصرت فرص العمل أو انحدرت لأعمال مهينة للكرامة، واستشرت حالات الولادة قبل الزواج، وتنامت معدلات الوفاة أثناء الولادة أو بسبب محاولات الإجهاض، وارتفعت نسبة النساء المعتقلات، وتكدست أعدادهن في قوائم اللجوء والهجرة الإجبارية، وتشتتت الأسر، وتغولت الحكومة على اختيارات النساء حتى في تحديد من يقود العمل النسوي فيما يعرف بالاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. تلك المنظومة الكسيحة التي بدلت جلدها لتصبح تجمع للموالين إن كانت الحكومة على حق أو إن جافت المنطق، ليس لديهن أي موقف غير التطبيل. بقراءة سريعة، تشكل النساء في الوقت الحالي نسبة تفوق 60% من سكان إريتريا وفق إحصاءات رسمية حرصت السلطات على أن تظل غير معلنة، ومعظمهن يرزحن تحت وطأة الفقر مثلهن مثل بقية المواطنين، وعدد هائل منهن بلا عائل، مما جعل المسؤوليات ملقاة على عاتقهن بشكل مباشر، وأصبح تأمين الغذاء ودفع تكاليف الدراسة والعلاج غير متاح بالنسبة لعدد كبير من النساء وأطفالهن، مما دفعهن للعمل تحت ظروف قاسية وشروط عمل مجحفة، وأجبرن على إسقاط بعض الأولويات مثل تعليم البنات، وتحول معظم الذكور إلى فاقد تربوي، كما أهدرت كرامتهن بمزاولة مهن مهينة مثل الدعارة وأعمال وضيعة أخرى. يصل عدد النساء العاملات في إريتريا إلى 70% من مجمل القوى العاملة، وتشتغل النسبة الأكبر منهن في القطاعات الخدمية مثل البائعات في المحال التجارية والحانات
وعمال النظافة وورش الصيانة ومحطات خدمة السيارات والأعمال المنزلية والزراعة والنسيج، وهي قطاعات لا تتطلب مؤهلات أكاديمية عالية وتشهد استغلالا بشعا، بينما تشتغل قلة منهن في الوظائف الحكومية الأخرى بما فيها الأعمال ذات السمة العسكرية. وليس الحال بأفضل عند أخواتهن العاملات في هامش القطاع الخاص. أيضا تضاعفت في السنوات القليلة الماضية المسؤوليات المعقودة على النساء بسبب غياب العائل إن كان أخ أو زوج أو ابن، فقد أخذت السياسات الطاردة والمجبرة على الهجرة وتلك المتعلقة بالخدمة الإلزامية تعيق كل ما من شأنه إنتاج أسرة ملمومة الشمل. هذا الواقع المرير هو الذي يدفع النساء لتبني العمل النضالي المقاوم، وتجارب الأمس ليست ببعيدة، فقد تمكنت المرأة الإريترية أن تثبت ذاتها عبر المسيرة النضالية، وأشهرت عن صمود قوي وجهوزية تحدت من خلاله القمع والاعتقال والتنكيل، دفعت أثمان وصلت لحد الاستشهاد والإعاقة. وهذا الدور النسوي الهام السابق والحالي والمقبل ليس منا من أحد أو هبة يتشدق بها أي نظام أو تنظيم، بل هي نتاج للظرفية التاريخية وضرورات المرحلة واحتمال الوعي وسط النساء وترقي الواعز الوطني. لكن على عكس ذلك، وطيلة السنوات التي أعقبت الاستقلال ظل ما يعرف بالاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يقدم تنازلات عن المكاسب التي حققتها النساء إبان مرحلة التحرير. انعكس ذلك في التراجع المريع فيما يكفل من حقوق للمرأة والطفل وللنسوة العاملات، وفي قانون الأحوال الشخصية، وفي مجمل الوضع الاقتصادي الهش للمرأة. وانحصر العمل النسائي العام في النخبة وانعدم انقراسه واهتمامه بأوضاع النساء الكادحات، فتحول الاتحاد إلى جسم رسمي فوقي لا علاقة له بالواقع الفعلي ومعاناة النساء. في السابق ومنذ عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات كانت الأمهات وزوجات المعتقلين وبناتهم في طليعة النضال الوطني، والآن يتكرر المشهد، وبقي هذا التقليد النضالي حيا في وجدان النساء الإريتريات، حيث لم تزل عائلات المعتقلين تسعى لوقف التنكيل الذي يتعرض له ذووها المعتقلين في سجون الاستبداد. لكن رغما عن كل ذلك ما زالت النضالات النسائية مشتتة تطبعها سمة الفردية، حيث تضيق مجالات العمل الجماعي والعلني لأنه سيواجه بقسوة قامعة. الواضح أنه وأمام هذه المآسي ليس لنساء إريتريا من خيار لصون حقوقهن وكرامتهن سوى النهوض للاحتجاج على واقع البؤس والحرمان والعزلة وانتهاك الحقوق، وخوض نضال حقيقي وفعال كفيل بفرض مطالبهن العادلة. صحيح أن كل القوى الإريترية بمختلف تنظيماتها السياسية ومنظمات المجتمع المدني تناضل لإحداث التغيير في إريتريا، لكن نقطة القصور الأساسية هي ضمور المطالب ذات الطابع النسوي في هذه النضالات، حيث تبقى المطالب سياسية اقتصادية واجتماعية بالأساس، أي ما هو مشترك بين النساء والرجال، بالإضافة لهيمنة منظورة تركز على الجانب القانوني المحض، رغم أنه مهم، لكن الجانب الاجتماعي والاقتصادي مغيب، وهي نقطة يجب تجاوزها إلى مراقي أخرى تعيد التاريخ الطويل والمشرق للنساء الإريتريات في النضال ضد الكبت والقهر، وتعيد البطولات الكبيرة من أجل سيادة الوطن والشعب. إذن هذه دعوة لن نستثني منها أحد، ولم نكن ننتظر مناسبة لطرحها، لأن الرؤى المتقدمة لا تأخذ قيمتها من الحالة الموسمية، ولا يمكن إنجاز أهداف متقدمة بوسائل متخلفة. نود هنا أن نذكر بأن الدفاع عن حقوق المرأة والمحافظة على مكتسبات الحركة النسوية الإريترية ينبغي أن يكون من أولويات منظمات المجتمع المدني والتنظيمات والأحزاب السياسية، ويستلزم ذلك القيام بفعل إيجابي واتخاذ تدابير عملية لتخطي معيقات المشاركة الفعلية للنساء، ويستتبع الإقرار بأشكال التميز التي تعاني منه النساء في الوقت الراهن وفي ظل النظام الحقيم في أسمرة.
ويجب أن يندرج الفعل الإيجابي في خطة عمل إجمالية تؤطر كافة القوى النسوية في الداخل والخارج. ويجب أن يتضمن الفعل الإيجابي تفكيرا في المبادرات المقبلة، ويستدعي منهجا واعيا وقائما على النقد الذاتي إزاء تاريخ التعاطي مع العمل النسوي. هكذا نرى ضرورة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالدعوة لفعل إيجابي مواكب ومدرك للمعاناة الحقيقية لجمهور النساء في إريتريا ولبقية الشرائح الاجتماعية من عمال وزراع وطلاب، وكل من يقاسي ويكابد الأمرين بسبب الفعل السالب للمجموعة المتسلطة في إريتريا. صوت المنتدى.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم حلقة هذا الأسبوع، وهي بعنوان أما آن الأوان لإجراء الإصلاحات الحقيقية في المعارضة. تتناسب أوضاع المعارضة الإرثرية طردا مع أوضاع الحزب الحاكم الذي تسعى المعارضة لإزاحته عن السلطة وإسقاطه حتى يحل السلام والديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة الحكم الرشيد في كل ربوع إريتريا. نقول تتناسب طردا لأن أوضاع المعارضة المفككة وتصدع حوائطها يتناسب طردا مع تفكك نظم الدولة والحكم، حيث يسود حكم الفرد والعصبة وقيم القانون وازدياد القبضة الحديدية الخائفة دوما من كل شيء في كل أنحاء البلاد وعلى رقاب العباد. الصورتان ترسمان الوضع الحالي في إريتريا. النظام قضى أو يكاد يقضي على الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، ويقف الآن على خرائب ما كان يسمى بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، ولا تسنده في ذلك إلا أداة القمع. أما المعارضة وطوال سنوات عجاف تدور في حلقة مفرقة قوامها الانقسامات تلو الانقسامات، ولم تستطع أن تقف على رجليها حتى الآن، وهي تفقد بذلك يوميا الدعم الشعبي وتبتعد أيضا عن الاستحقاقات المرجوة منها. النظام أيها السادة ليس مرجوا منه، والرجاء منه يعني رجاء الشحم من البعوض. الرجاء معقود على المعارضة وعلى فصائلها الوطنية، لذا يحدون الأمل في أن أساهم كغيري بهذه الأفكار العامة. لا أريد هنا أن أقدم مواعظ، بل أريد تقديم مقترحات أراها عملية، وأرجو أن تسهم مع غيرها وتسند المعارضة وهي في هذا المنحرج، لأنه وكغيري أيضا لا نريد أن تستبين المعارضة النصح ضحى الغد. المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي مؤتمره على الأبواب، وتحضيراته يجب أن تكون في حالة انعقاد لثقل المسؤولية وتعاظم الأمر، أو هكذا أفترض. ابتداء نقول ليس من المصلحة أن ينهار المجلس الوطني ليصب ذلك مزيدا من زيوت الإحباط والقنوط التي تسود الحياة السياسية في إريتريا، كما ليس من المصلحة أن يستمر هكذا واقفا كحمار الشيخ. على الجميع أن يتكاتف لإخراج هذا الجسم من الوحدة، وعلى القوى السياسية الوطنية تقع المسؤولية الكبرى، وعلى القوى المستنيرة ورجال المال والأعمال والواجهات ورجال الدين والمثقفين تقديم العون والمشورة طوعية. هذا العون وتلك المشورة تتمثل في رأيي في عدد من الخطوات، أهمها: 1. على السياسي الإريتري المعارض أن يغادر محطة إنه المفكر والمنفذ والباحث والمخطط والأكاديمي. 2. أن تلعب القوى الأكاديمية والمثقفة والباحثة ومنظمات المجتمع المدني على قلتها دور تقديم المشورة والدعم، بعيدا عن مقاعد المجلس الوطني خاصة في جهازه التنفيذي. وليس هذا بغريب، فقد لعبت القوى المدنية في تونس دورا حاسما في تجاوز الأزمة في هذا البلد العربي. 3. على اللجنة التحضيرية أن تكون هيئة فنية وتتجرد من محاولات الكسب السياسي الآني، وتعمل بعيدا عن سياسة الخيار والفقوس، وعليها الاستعانة أيضا بكل القدرات والخبرات. 4. على قيادات التنظيمات السياسية مساندة نفسها بترتيب أوضاعها الداخلية، ثم مراجعة العلاقات البينية والاتفاق على رؤية عامة بعيدا عن الأطر المقيدة، لأن التجربة وخلال السنوات الماضية أوضحت بجلاء أن التنظيمات المؤسسة للعمل المعارض تاهت في شعاب الفصائل الصغيرة وأوقعت نفسها تحت تأثيراتها من حيث الكثرة والعدد، وكذلك باستخدام التكتيكات القريبة المدى والغير مجدية، والتي لا تخدم الاستراتيجية العامة والكلية للمعارضة الإريترية. هنا نقول أيضا من حق أي مجموعة أن تأتلف فيما تراه مناسبا من الأطر التنظيمية والسياسية،
وتحت أي برنامج أو مسمى، سواء كان ذلك قبليا أو عرقيا أو طائفيا. ولكن من حق القوى السياسية المؤتلفة في برامج وطنية أشمل لا تسمح لها بعرقلة حركتها ونشاطها العام. كذلك عليها بتبني الاستراتيجية الوطنية العامة التي تتيح للجميع حق الحياة ويجد فيها الجميع حقوقه، وهذا ما سوف يدفع الجميع بالانضمام إليها والتخلي عن التشرذم ومساندة الأطر الضيقة إلى أطر أرحب. 5. إقليميا على القوى السياسية والمدنية الإريترية بحث العلاقات المستقبلية مع القيادة الإثيوبية، خاصة الحزبية منها، وتحديدا مع قيادة ويان تيغراي. هنا أيضا يجب الاستعانة بالقوى المستنيرة التي لا يثقل كاهلها التفكير التنظيمي الضيق ولا الحسابات السياسية الضيقة الأفق. نقول بحث مستقبل العلاقة لأن هناك مؤشرات واضحة لتشكيل مستقبل إريتريا وفق رؤية تيغراوية أحادية الجانب. هي لا تأخذ بالضرورة بعين الاعتبار مصالح الشعب الإريتري وتطبخ بعيدا عنه، وسوف نفصل في هذا الموضوع في كتابات أخرى لاحقة. فقط هنا ننبه إن السلام والاستقرار بين ضفتي الحدود مرهون بتحقيق السلام والاستقرار للجميع ومن أجل الجميع ويشارك فيه الجميع. وهنا أهمس في أذن القيادة الإثيوبية وأقول: إذا كان النظام في أسمرة قد أسس ودرب وصلح تنظيم الدمحيد وقوامه عدد من أبناء منطقة محددة في إقليم تيغراي لكي يزعزع به الإقليم، وكذلك سائر الدولة الإثيوبية، فإن إثيوبيا لا تحتاج لمثل هذه الأساليب والتكتيكات لكونها دولة راشدة ونحن نتوخى ذلك. مع اعترافي الكامل بحق كل القوميات والشعوب والجماعات الإقليمية في إثيوبيا والأقليات في إثيوبيا أن تعيشوا بسلام واستقرار بحرية وحقوق متساوية. تحية لكم أيها السادة، ألتقيكم في الأسبوع القادم. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا، نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا. كرت اللف من أنبل من توق بلاد نبطل، كرت اللف من أنبل من توق بلاد نبطل، لو قيود دايتو يهو نتساقم ونباسر، نقوش نيقيس نتعلم وعبيل نتقوى العمر، نقوش نيقيس نتعلم وعبيل نتقوى العمر، اقل فرح فتاينا وأباي قل تحسر.
للينا للينا مدير دي بدي أفض عفينا للينا مدير دي بدي أفض عفينا للينا مدير دي بدي أفض عفينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا نتعمر جرادينا كرت اللفن بالله لجا قالب بن حلا كرت اللفن بالله لجا قالب بن حلا جلاب قطوع شعبنا إريتريا ومدرا نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة حوي انت سالينا عدنا مثلنا مرة كرت لبيناها أباي من عدق النفر كرت لبيناها أباي من عدق النفر وكرت لبيناها عدنا قلنا حرر ويومي بالكرت اللف شابنا سنق المبر ويومي بالكرت اللف شابنا سنق المبر وحانا بادق النزاع ولا جعد تقل أباي نو سكينا قوما توري سمع أباي نو سكينا قوما توري سمع كم محيا يتهدن شلع حلا وقمع وحدة جديدة حد نجمل ياهو أباي نفرح وحدة جديدة حد نجمل ياهو أباي نفرح قلنا دحين قبيلنا ياهو قوماتنا نرتاح إني عشقتك واتخذت قراري فلمن أقدم يا ترى أعدائي لا سلطة في الحب تعلو سلطة فالرأي رأيي والخيار خياري هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار ماذا أخاف أنا الشرائع كلها وأنا المحيط وأنت من أنهاري
وأنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري. خليك صامتة، خليك صامتة ولا تتكلمي، فأنا أدير مع النساء حواري، وأنا الذي أعطي مراسيم الهوى للواقفات أمام باب جداري، وأنا أرتب دولتي وخرائطي، وأنا الذي أختار لون بحاري، وأنا أقرر من سيدخل جنتي، وأنا أقرر من سيدخل ناري. أنا في الهوى متحكم متسلط، أنا في الهوى متحكم متسلط، في كل عشق نكهة استعمار. أنا في الهوى متحكم متسلط، في كل عشق نكهة استعمار. إن كان عندي ما أقول فإنني سأقوله للواحد القهار. عيناك وحدهما هما شرعيتي، عيناك وحدهما هما شرعيتي، ومراكي وصديقة أسفاري. إن كان لي وطن فوجهك مطر، أو كان لي دار فحبك داري. من ذا يحاسبني عليك، وأنت لي هبة السماء ونعمة الأقدار. من ذا يحاسبني على ما في دمي من لؤلؤ وزمرد ومحاري، أيناقشون الديك في ألوانه وشقائق النعمان في نواري. يا أنت يا سلطانتي ومليكتي، يا كوكب البحرية، يا عشتاري، إني أحبك دون أي تحفظ، وأعيش فيك ولادتي ودماري. إني اقترفتك عامدا متعمدا، إن كنت عارا يا لروعة عار. ماذا أخاف ومن أخاف؟ أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري، وأنا مفاتيح القصيدة في يدي من قبل بشار ومن مهيار. وأنا جعلت الشعر خبزا ساخنا وجعلته ثمرا على الأشجار. سافرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخبار. يا غابة تمشي على أقدامها وترشني، يا غابة تمشي على أقدامها وترشني بقرنفل وبهار. شفتاك تشتعلان مثل فضيحة، شفتاك تشتعلان مثل فضيحة، والناهدان بحالة استنفار، والناهدان بحالة استنفار، وعلاقتي بهما تظل حميمة كعلاقة الثوار بالثوار. صغيرتي إن السفينة أبحرت، فتكومي كحمامة بجواري. ما عاد ينفعك البكاء ولا الأسى، فلقد عشقتك واتخذت قرارا.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، بدء الدورة الثانية والأخيرة لبرنامج التدريب التنشيطي لتشكيلات الجيش الشعبي في الإقليم الأوسط. أسر المعتقلات في سجن مايسارو تطالب بإطلاق سراح بناتهن. النظام يجبر الإثيوبيين المقيمين في البلاد بالانخراط في قوات ما يسمى بالتمحيد. اعتقال 5 من الرعاة بالقرب من منجم بشا للتعدين. الأخبار بالتفصيل. بدأت يوم الاثنين الماضي 2 مارس الدورة الثانية والأخيرة لبرنامج التدريب التنشيطي لما يسمى بتشكيلات الجيش الشعبي بالإقليم الأوسط، وذلك في معسكر خلوي يبعد حوالي 10 كيلومترات شمالي بلدة كحتيلاي، حيث يكتظ حوالي 17,000 مجند من مختلف الأعمار، بعضهم يبلغ 70 من العمر، في مساحة ضيقة وغير مهيئة لاستقبال هذا العدد الضخم، إذ أن المكان غير مجهز بمرافق صحية أو حتى خيام للسكن، ويعاني من شح المياه، مما اضطر المجندين إلى استئجار الخيام المخصصة للمناسبات ليحولوها إلى سكن مؤقت. هذا ويقول مجند من عين المكان بأن إدارة المعسكر قد قامت بتوفير كميات كبيرة من المشروبات لتبيعها للمجندين. يذكر أن قيادة الجيش الشعبي كانت قد أطلقت تحذير نهائي أوضحت فيه بأن من يتخلف عن اللحاق بهذه الدورة من منسوبي الجيش الشعبي سيعرض نفسه لعقوبة السجن، ولم يستثنى المرضى من هذا النداء. طالبت أسر المعتقلات التي يرزحن في ظروف سيئة بسجن مايسارو دون توجيه تهم معينة ولفترات طويلة بإطلاق سراحهن على الفور أو تقديمهن إلى محاكمة علنية. وأفادت مصادرنا التي تتابع القضية عن قرب بأن هذه الخطوة الجريئة جاءت في سياق عرائض وطلبات تقدمت بها أسر المعتقلات والضحايا أنفسهن إلى جهاز ما يسمى بالأمن القومي والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بعد 9 سنوات من الاعتقال التعسفي دون أسباب معروفة في سجن خاص. ووفقا للعرائض والطلبات التي تطالب بإطلاق سراحهن، فإن تلك المعتقلات التي لفقت إليهن تهم لا تمت إلى الحقيقة بشيء يعاملن معاملة لا إنسانية في المعتقل، حيث يجبرن على ممارسة أعمال شاقة لا تتمشى مع تكويناتهن الجسمانية، فضلا عن التعذيب النفسي المتمثل في عدم تقديمهن إلى محاكمة ولو شكلية، مما أثر على صحتهن بشكل مريع. ولذا طالبت العرائض بتقديمهن فورا إلى محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهن. ولم تتلقى المعتقلات وأسرهن أي ردود من السلطات الحكومية حتى تحرير هذا الخبر، وترجح مصادرنا إلى أن النظام سيرد إما بالصمت أو بالمزيد من الاعتقالات. والمعتقلات هن سلام بيانه، رهوة جيلاي، أسمرت تسفى جابر، انتصار نور الدين، شلم، رقات محاري، سمهر بيانه، فتحية محمد، سلام تسفلؤول، لوتشيات أرقى برهان، كوخب يوهنس، المناضلة سرها عندوم، المناضلة فيوري أبراهام، وموظفتي مكتب الجنسية والهجرة سمرت أخليلو وبرهان نوغوسي. وتتوخى العرائض المقدمة تقديم الهيئات الحقوقية الإقليمية منها والدولية يد العون والمساندة في سبيل إطلاق سراحهن فوراً. علمت مصادرنا في داخل الوطن بأن النظام بدأ بمضايقة وإجبار الإثيوبيين المقيمين في البلاد للانخراط في صفوف ما يسمى بالحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي المعروفة اختصارا بدمحيد. وحسب نفس المصدر فإن سلطات مكتب الجنسية والهجرة الإريترية بدأ بتوفير البيانات الشخصية الخاصة بالمقيمين الإثيوبيين إلى حركة دمحيد، التي بدأت بإرسال الرسائل إلى الأسر الإثيوبية تطالبها بتشجيع أبنائها في الانخراط في صفوف قوتها وتقديم العون المادي للحركة. ومن رفض التعاون معه يتم اعتقاله في معتقل حرينة المتواجد بالقرب من مدينة تسني. ووفقا للمعلومات التي بعثت بها مصادرنا يعج المعتقل المذكور بأعداد كبيرة من الإثيوبيين الرافضين للتعاون مع دمحيد، وكان مصير من سولت له نفسه بالهرب الموت المحدق بإطلاق النار المباشر عليه دون مقدمات.
مثالا على ذلك كان مصير الإثيوبي برهان أرجاوي المقيم بمدينة مصوع عندما أطلق عليه النار من قبل قوات الدمحيط عندما حاول الهرب بتاريخ 22 من فبراير المنصرم، وتوفي في مستشفى في مدينة تسني التي وصل إليها في اللحظات الأخيرة من حياته. وبعد موته أطلقت أجهزة النظام الأمنية إشاعة مفادها أنه كان جاسوسا للحكومة الإثيوبية. وكانت الحركة قد قامت قبل 6 أشهر باعتقالات ل6 من الإثيوبيين المقيمين في إريتريا بحجة رفضهم الانخراط في صفوف قواتها، وزجت بهم في سجن سمبل بالعاصمة أسمرة. المعروف أن حركة دمحيط تلقى دعما غير محدود من النظام الإريتري سواء في العتاد أو توفير وتسهيل تحركاتها، وتقوم بممارسات لا إنسانية ضد الإثيوبيين المقيمين في البلاد بتفويض من النظام الدكتاتوري في أسمرة. اعتقلت قوات الحماية المتمركزة بمنطقة بيشا بتاريخ 26 من فبراير الماضي 5 من الرعاة الذين دخلوا منطقة التعدين بيشا بحثا عن الكلأ لحيواناتهم بحجة أنهم يقومون بأعمال تجسسية لجهات معادية للحكومة. ونوهت مصادرنا بحجم الضغط والتعذيب الذي قد يمارس ضد هؤلاء المواطنين الأبرياء بسجن فورتو الكائن في مدينة كارن والتابع لجهاز الأمن القومي المعروف بصلف سجانيه وقساوتهم. وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية القمعية 3 من أقارب المعتقلين الذين دخلوا في مشادات كلامية مع أفراد من الأمن لعدم حصولهم على الأسباب الحقيقية والمقنعة لاعتقال أبنائهم ولعدم معرفتهم بمصيرهم. ينحدر الرعاة المعتقلون من منطقة بيشا التي استولت عليها شركة التعدين وعلى مساحات واسعة من الأراضي هناك، مما أدى إلى تذمر مستمر من السكان الذين وجدوا أنفسهم محرومين من أراضيهم الزراعية والرعوية منذ قدوم الشركة دون سابق إخطار أو تعويضات. ويقوم النظام بعمليات التعدين في أنحاء مختلفة من البلاد بالتعاون مع شركات أجنبية مثل شركة نيفسون الكندية، وتستفيد الشركات المملوكة للنظام من عمليات التعدين بشكل مباشر دون رقابة قانونية أو سيادية عدا الأوامر التي تتلقاها من الطاغية السياسي أفورقي، وتتلاعب بمقدرات البلاد وثرواتها كيفما شاءت، بينما يعيش سكان المناطق التي تشملها عمليات التعدين على فتات الفضلات التي يرميها أفراد هذه الشركات. ويذكر أن المعلومات التي توفرت من التسريبات التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية مؤخرا في إطار ما يسمى بفضيحة الودائع للحكومة الإريترية بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات سرية بفرع بنك HSBC البريطاني في جنيف، وهي ثاني أكبر وديعة في البنك خلال تلك الفترة. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الساعة لكم مني ومن فريق العمل أجمل التحية وأطيب المنى، إلى أن نلقاكم يوم السبت القادم. ابقوا على خير و